السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. طبعا احنا عملنا جزء اولاني اللي هو مشتريات لبس العيد ليا ولبناتي، فبعد كده النهارده كملنا بقيه الحاجه لان كان في حاجات لسه ما جبناهاش او ما لحقناش، فكملنا بقى الجزء التاني. شويه حاجات كده برضو كملت لبس العيد، فهنوريها لكم كلها كده مع بعض. طبعا دلوقتي اول حاجه جبناها اللي هي الفساتين. الفساتين دي تعتبر يعني ايه، عشان احنا داخلين خلاص يعني الشتا، كل سنه وانتم طيبين قرب يخلص. في حاجات محلات بتبيع شتوي في صيفي بصراحه، فاحنا كنا جايبين جزء برضو كده وجزء كده. فطبعا في الجزء الاولاني اللي هو مشتريات لبس العيد كان اكتره جزء الشتوي، فهسيب لكم طبعا الفيديو في صندوق الوصف تشوفوه. فالحاجات الباقيه دي فيها شتوي برضو فيها صيفي. برضو الفستان ده زي ما انتم شايفينه كده، قماشه جميل ولونه حلو وهادي، ومن تحت بصوا الرسمة بتاعته يعني واسعة وجميلة أوي، شكلها حلو، وبعدين صيفي مريح يعني. هنا ده عامل زي السديري، فهنا بيتربط من ورا زي ما انتم شايفينه كده، ومن قدام دي كده بتتفتح. هوريها لكم بتتفتح ازاي. شوفوا الأول أهو زي ما انتم شايفينه كده من ورا. فهنا طبعا الحزام ده احنا رابطينه، فهنفكه كده اهو. فده يعتبر اهو رسمته كده زي ما انتم شايفينه كده مع بعض. اول فستان معانا في لبس مشتريات العيد. تاني فستان بقى معانا اللي هو ده، فده رسمة تانية خالص غير الاولاني. رسمة كده بص الكمام بتاعته عاملة زي يعني زي الفراشة او مروحة، اللي هو الكمام الواسعة دي زي ما انتم شايفينه كده اهو كده. والفيونكات اللي عليها دي برضو مدية بصراحة شكل جميل، شكلها حلو اوي. فرسمته برضو حلوة ومريح ولونه هادي، ويعتبر برضو لو دخل عليك الصيف برضو هتلبسيه، يعني مش هتركنيه مع حاجة الشتوي. قماشه خفيف وحلو من تحت بص زي ما انتم شايفينه واسع ازاي. والاستك ده يعني الاستك بيلبس اي مقاس زي ما انتم شايفينه كده. والسلسلة دي برضو مديها منظر جميل قوي، والحزام من هنا يعني شكله بصراحة تفصيلته جميلة ومريح زي ما انتم شايفين كده. برضو تالت حاجة اللي هو الفستان التالت، ويعتبر جزئين يعني فستان بس على جزئين، يعني ممكن تلبسيه تغيري تعملي دي جيبة بتاعته اللي تحت الجيبة ومن فوق بلوزة. دي كده عاملة كده صح؟ اهي زي ما انتوا شايفينها بصوا من تحت على واسع ازاي، وفي من تحت زي كورنيش كده، رسمته حلوة اوي. ممكن تلبسيها دي جيبة على حاجة تانية، ممكن تلبسيها على بعض، وممكن تلبسي دي على حاجة تانية. فده شكله كده زي ما انتوا شايفينه ده من ورا ومن قدام. وده بقى يعتبر بقية الفستان مش كده؟ البلوزة اللي فوق. زي ما انتوا شايفين. الحزام اللي نازل منها طويل ده بيتربط ورا. ده بيتربط يعني مقلب الفستان الاولاني، بس التاني جزء واحد. لكن ده لكن ده لوحده. على جزئين، فده بيتربط برضه على ورا كده تبع المقاس. فده برضه ايه شكله حلو الاتنين مع بعض بيتلبسوا كده. يعني ممكن لو حطينا كده مثلا كده باينة كده. طبعا وكمامه ده كمان جميلة. كمام. بيتربط بقى يعني معاه بيبقى شكله حلو قوي طقم على بعض. ده حاجة تانية. عندنا المناطيل دي زي ما انتوا شايفينها كده، لونها الرصاصي او الفراني زي ما بيقولوا، فبرضه ايه شكلها حلو وجميل اهو. بصوا من تحت الرسمة شكلها ايه، اللي هو زي الرباط بتاع ضفاير كده داخلة في تحت من تحت معمولة اكسات. الرسومات دي برضه مديها شكل حلو قوي للبنطلون، فده بصراحة يعني شكله حلو. وبعدين لما لقينا يعني رسمته عجبتنا فجبنا ايه واحد كمان ده زيه برضه التاني. الاتنين رسمة واحدة بس طبعا يختلف المقاس ده غير ده. هو يعني ما عجبتها يعني بناتي عجبهم واحد، فالتانية قالت لا انا هاخد واحد زيه، فنفس الرسمة برضه من تحت بس ده اصغر شوية زي ما انتوا شايفينه كده. بصراحة في رمضان اللف على اللبس العيد حاجة متعبة جدا، والزحام وهنا وهنا فحاجة صعبة، فالواحد ما بيصدق يلاقي حاجة يجيبها. في بنطلون بقى التالت اللي هو رصاصي برضه، وايد يعني ليج. هما التلاتة جابوا رصاصي بس اتنين شبه بعض، وده شكل تاني بقى زي ما انتوا شايفينه كده.
الرسمة بتاعته اللي هو يعتبر ايه واسع. وايد ليج، اللي هو اه واسع، بينزل الرجلين واسعة على تحت. اه والرسمة دي كمان دي مش في رسمة اللي متقطع. هو كأنه كاتنج يعني، بس هو اه مش مقطوع. مش مقطوع، هو يعني مقفول كده مفيهوش في حاجة. بطانة والرسمة معمولة، اللي هو مش نازلين اه للآخر. بس بصراحة يعني شكله حلو ومريح قوي ولونه هادي وشكله جميل. الرسومات الواسعة دي بتدي شكل حلو قوي وبتمشي على أي حاجة. وانتوا عارفين طبعا الجنسات دي ما بتبطلش أبدا. واحد تاني برضو جنس بس اللي هو ايه اللي على هو ضيق الضيق شوية. ده بيتلبس على أي حاجة اوفر سايز. قماشه جميل برضو وجنس ما يبطلش. وبصوا طري ولونه حلو قوي قوي. بصوا من هنا كده رسمة. ده يتلبس ممكن على حاجة فوق تبقى طويلة شوية. اوفر سايز. شكله حلو قوي. طبعا الجنسات هنا يعني ما بتبطلش، يعني مهما تجيبي جنس بيقعد معاكي كتير. جبنا بقى وريناكم المناطيل والفساتين. فدي طبعا الجيبة اللي هي مؤستك دي، وطبعا وعلى واسع من تحت. فشكلها طبعا جميل ومريح وهادي. ممكن تاخدوا بقى اللي هو الطقم اللي على بعضه ده، البلوزة بتاعته مثلا على الجيبة دي. تبدلي يعني مع بعض. اه فالاستك ده حلو انه يلبس اي مقاس، يعني ممكن يعني واسع عليه كده ضيق، لا الاستك بتيجي بصراحه بتلبس مقاسات كتير. فهنا برضو شكلها جميل ومريح ولونها هادي وحلوه وهتنفع على الصيفي والشتوي. صح. الجيبات اه الاتنين. يعني برضو جميله استعمالها حلو كتير. يعني جبنا البلوفر ده برضو شكله حلو قوي، ابيض في اسود. والزونت بتاعه زي ما انتم شايفينه اسود اهو. شكله حلو قوي وجميل. ده برضو هو مش تقيل، هو يعني يعتبر قماشته خفيفة، قماش زي الزبدة كده. قماشته خفيفة ولابس مقاسات كتير لأنه بتمط. غير كده إن هو في الأيام اللي لو في حر مش بيحرر. وغير كده في الشتاء لو أي حاجة لبستيها تحته يعني بتلبس يدفي برضو. جميل أوي عشان خفيف ومش تقيل أوي. فبرضو ده حلو أوي، لونه جميل وأبيض في أسود وألوانه تمشي على أي حاجة. ممكن تمشي على الجنسات كمان. فشكله جميل جدا زي ما انتوا شايفينه كده. والحاجة ام زونت بصراحة بتبقى لبسها شيك قوي. يعني الزونت في اللبس بيبقى شكله حلو. وطبعا لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش طبعا الاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واهم حاجة طبعا نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنكمل بقى بقية اللبس اللي احنا جبناه. زي ما انتوا شفتوا احنا كنا عملنا زي ما قلت لكم الجزء الاولاني اللي هو اشترينا برضو حاجات وكده وريتها لكم، بس اكترها كانت شتوي. فهسيبها لكم في صندوق الوصف تحت يعني تشوفوا لبس كمالة اللبس ده اللي هو لبس العيد. لان جبنا جزء اولاني وكملنا في الجزء التاني. فجبنا ده كمان اللي هو هودي او يعني زي البلوفرات يعني. فجبناه شكله كمان يعني حلو قوي ولونه بامبي هادي ومريح. وبصراحة قماشته طرية وزي ما انتوا شايفينه كده الياقة بتاعته كده بسوستة. مش بزونت هو. هو مالوش زونت. مم. بس في اللبس شيك قوي شكله جميل. واوفر سايز كده، فحلو بتبقى اللبس ده بيبقى مريح. بصراحة يعني حاجات جميلة حاجات مريحة مطلعينها جميلة. فزي ما انتوا شايفينها كده. ده يتلبس على بنطلون برضو جينز على بنطلون اسود. صح؟ يتلبس على ينفع على جيبات برضو. صح؟ يعني شكله بصراحة يعني عملي شوية. فشكله جميل كده. ودي كمالة لبس العيد. فاضل اللي هو بقى الكروكس ده. احنا كنا جبنا في الفيديو الاولاني اللي اتنين هو تانيين بألوان مختلفة وكمان رسومات مختلفة. فكنا مش لاقيين المقاس التاني. صح؟ المقاس يعني كنا جبنا اتنين فاضل التالت ما كناش لاقيين مقاسه. فاحنا جبنا يعني قلنا نخلص يعني. وبعد كده جبنا بقى الحاجات الباقية. فلقينا بقى التالت ده جبناه زي ما انتوا شايفينه كده. ده لونه بامبي ورسمة مختلفة شوية عن الرسمة التانية. تبقى الرسومات اللي عليها اللي هي الدباديب والحاجات دي بتبقى مديها شكل جميل قوي. شايفين الحاجات دي. فزي ما انتوا شايفينه كده برضو يعني مريح قوي. وفي لبس مريح قوي وجميل ولونه هادي وحلو. وبعدين الصيف جاي الحاجات دي صيفي قوي. طبعا رايحين البحر رايحين هنا رايحين هنا بتبقى في لبس حلو قوي. غير كده يعني لو مستعجله او لسه هتلبسي الاحذيه او تلبسي كوتشي وتربطي وتعملي بيبقى وقت معاكي. فعليا كل ده دي مستعجله بسرعه بتلبسيها وعمليه وسهله وبسيطه ما فيهاش حاجه وخفيفه وكل الناس عارفاها يعني عارفه لبسها حلو. فبصراحه شكله جميل ومريح. دي كمالة اللي هم
اللي هما الاتنين التانيين ده التانيين اللي التالت. جبناهم في الفيديو بتاع الجزء الاولاني، هنسيبهولكوا في صندوق الوصف. ده التالت. فالحاجات اللي جبناها وريتها لكم، وده بقى معاها